لو عايزة تعرفي طبق القلقاس القمر ده بطعم زمان بتاع تيتا اللي كانت بتعملهولك، تابعيني وهتعرفي كل تكة وتطلعلك أحلى طعم قلقاس. السلام عليكم حبايب قلب لوكا، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلة من الأكلات الشتوية الجميلة اللي تجنن، القلقاس. طب انتي جايبة الخلاط ليه يا لوكا؟ في كذا طريقة للقلقاس، لو اعتمدتوا طريقتي صدقوني هترتاحوا وهتعملوا قلقاس في ربع ساعة. طبعا انا هنا حاطة السلق مع الكزبرة. بتجيبي مثلا 3 حزم سلق كده، على حوالي انا هعمل كيلو ونص قلقاس، فالتلات حزم حلوين على حزمة الكزبرة الخضراء. بعد كده بنحطهم في الخلاط الجميل بتاعنا. بطعم بقى بايه، كل واحدة ليها تكاتها. حطيت هنا فص توم وحطيت رشة كزبرة ناشفة. هديهم بقى خلطة، يبقى الكزبرة الخضراء مع سنة كزبرة ناشفة مع فص الثوم. وهنديهم طبعا، حطينا سنة المية وهنصفيهم. والطفل اللي هيطلع ده مش هنرميه. خليكي معايا وتابعيني وهتشوفي اجمل واسهل وصفة للقلقاس. بصوا بقى حبايب قلبي، انا مش بغسل القلقاس خالص، انا بقشر القلقاسة لان المادة اللزجة اللي فيها دي حرام، يعني دي بتفيد العظم، فحرام ان انتي تغسليها. انا بعمله وهتشوفيه معايا مش بيزحلق خالص. القلقاس قشرته. طب انا مثلا الناحيه دي فيها لسه قشره ودي نطفت، فبروح جايبه منديل او فوطه نضيفه امسك كده واكمل التقشير بتاعي يطلع معايا فل. اجيب فوطه، اجيب اي حاجه واروح حطاها هقطعه. ينشف بس 10 دقايق كده، عشان انتي اول ما بتقطعيه بيبقى الماده اللزجه اللي زي الجل كده هينشف، وهنكمل خطواتنا مع بعض. بصي، وقطعت القلقاس بالطريقه الحلوه دي. سيبيه كده ينشف بقى شويه. بصي القلقاسيه من جوه زي القمر. خلي بالك انا اي حاجه بعد كده هجيبها هقولك اسعارها، بما اننا ان شاء الله برضو داخلين على شهر رمضان وهنشتري حاجات. ففي بقى شويه مشتريات حلوه هجيبها وهقولك تجيبي حاجات رخيصه منين. وعايزه اقولك جايبه رز زي القمر. بالنسبه للاسكندرانيه الرز في محطه مصر ب25 جنيه زي القمر، ولا بقى الحبه الطويله ولا اللي بتاخد ميه. هوريها لك دلوقتي. القلقاس كان عند ناس ب27 وناس ب24. ربنا رزقني بواحد لقيت عنده ب20 وانت شايفاه زي الفل. هناك تدوري كده شوية هتلاقي اي حاجة انت عايزاها بالاسعار المناسبة. فده كان ب20، جبت كيلو ونص ب30. ويلا بينا بقى نكمل وصفة القلقاس. اللي انت بقى شايفاه معايا ده السلق اللي انا ضربته مع الكزبره ومع الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه وفص الثوم. عايزه اقول لك ريحته اصلا ولسه ما عملناش فيه حاجه، ريحته روعه. طبعا انا بصفيه في المصفى، فهنا السلق طبعا اللون الاخضر الحلو بتاعنا نزل اهو. وعندي بقى بصي ناشفه كده اهي، بفضل ايه اعصرها اعصرها لغايه ما بتبقى ناشفه. ممكن بمسكها قرص حتى في ايدي اهو. بصي اهو. دي بقى الطفل بتاعها طبعا، دي الخلاصة، طعم السلق وطعم التوم وطعم الكزبرة الخضراء. اوعي ترميها، نحمره مع التومة. يلا بينا بقى هتاكلي احلى قلقاس بتكات وحركات زي الفل. تاني تكة بقى بعملها في القلقاس، طبعا كل واحد وله طريقته، انا بقول لكم طريقتي والله لو اعتمدتوها هتطلعوا طعم قلقاس تحفة. حطيت نص معلقة سمنة صغيرة. والخلطة اللي انا دقيتها اللي هي التوم بالكزبرة الخضراء بالكزبرة الناشفة بسنة الملح، خدت منها على تنتوفة المعلقة كده بشوحها كده. تلاقي كده ريحة القلقاس طلعت من قبل ما تحطيه. وهنزل انا كان عندي شوربة، لما بتحوشي الشوربة بتريحك. هنزل انا دلوقتي بالشوربة ومكعب مرق. برضو مكعب المرق هتحوشيه هتديله تشويحة حلوة كده، برضو يطلع طعمه وريحته. وتروحي نازلة بقى بالشوربة بتاعتك وهتغلي غلوة، وهنكمل الخطوات مع بعض عشان نوصل لأحلى قلقاس. نزلت بقى على التحميرة كده اللي انا كنت عاملاها بالشوربة بتاعتي. وبنزل بقى بمية السلق دي كده. بس كده اسيبهم بقى يغلوا غلوة. وهو بيغلي اثناء الغليان بنزل بالقلقاس بتاعي عشان اضمن ان هو يديله الصدمة كده ويقفل عليه، ما يخلوش ينزل اي مادة. او عادي يعني، انا مرة حصلت معايا ان غصب عني ان انا كنت طافية النار وناسية وسبت القلقاس وقلت ده انا هروح الاقيه زحلق والدنيا باظت، ابدا والله. بس هو اضمن ان انتي بعد الغلوة الحلوة دي هيمتزج اللون بتاعنا الجميل. وهنروح حاطين القلقاس اثناء الغليان يا دوبك 10 دقايق كده على النار عشان ما يتهريش منك وتطفي عليه. هي التسوية بتاعته هتكمل في الشوربة السخنة. وبعد كده هنتشوه بقى الطشة الحلوة بتاعتنا وهفرجك على احلى طبق. زي ما انتوا شايفين وصلنا لمرحلة الغليان اهو.
طبعا اول ما اللون كده خف وامتزج كده مع الشوربه اللي انا حطاها واستوى معايا شويه، هروح منزله بقى القلقاس اثناء المرحله دي. هيبقى فاضل فقط ان هو 10 دقايق هطفي عليه وهننزل بالطشه مع دي. القلقاس القمر بتاعنا نزلنا بيه اهو، هنسيبه بقى يغلي غلوه كده بسيطه. وبعد الغلوه بصي ما شاء الله الشوربه، شايفه؟ ولا اي حاجه، ولا تخافي حتى لما يغلي ولا اي حاجه. هنخلص غليانه 10 دقايق كده من ساعه ما تحطيه، وبعد كده هنديله التشه. عملت كده تيست للقلقاس بعد حوالي 10 دقايق زي ما قلت لكم. وما تقفل طالما لقيتيه استوى، ما تقفليش بقى عليه الغطا عشان ما يتهريش. بصي بواري بالغطا كده. وفي الطاسه الحلوه بقى بتاعتنا الجميله دي دلوقتي هنعمل الطشه. هننزل بمعلقه سمنه حلوه كبيره. والتومه عباره عن ايه؟ عباره عن توم، راس توم حلوه كده، كزبره خضراء وكزبره ناشفه وسنه الملح. وطبعا ما ننساش الطفل بتاعنا اللي احنا طلعناه من ايه، من السلق بتاع الخلاط. كل ده دلوقتي هنشوحه مع بعض. بقى الجمال بقى واللون الاخضر الجميل. تقعدي كده تقلبي بقى تقلبي لغايه ما هنوصل للمرحله اللي هو تحسي انه تحت ايدك كده بيخشول اكنك بتفركي نعناع. هنوصل للمرحله دي وهننزلوه على طول، نسمي الله ونحطه على القلقاس. نزلنا وراها كده لغايه ما خلاص انتوا باينه لكم لونها فاتح، لكن هي حقيقه يعني لونها بدا يبقى غامق. وبدات خلاص بصي بتنطر السمنه بتاعتها، كانت الاول ناشفه وبدات يبقى فيها ماده دهنيه اهي. كده احنا خلاص واصلين على المرحله اللي هي زي ما قلت لك اكنك تحت في نعناع او حاجه خشنه كده تحت المعلقه. اول ما خلاص دقيقه كده وهبتدي احطها على القلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي الجمال واللون، سامعه الصوت؟ لو ما عملتش معاكي الصوت ده يبقى هي ما وصلتش لمرحله التحمير. ويلا بقى نغرف احلى قلقاس. ده شكل القلقاس النهائي. بصي الجمال، شايفه؟ اللهم بارك. شايفه الشوربه بتتهز ازاي؟ زي الفل، ولا نزل اي مزلقه ولا ماده تخافي منها مخاطيه. يلا معايا بتكاتي وحركاتي بجد هتاكلي اطعم واحلى قلقاس من بتاع جدتك. وبالف هنا وبالف شفا. وكبروا اسرتي الصغيره. وصفات اقتصاديه مع لوكا وأوشا.